كلنا نعرف انه الجن يتلبس بجسد انسان، بس ما الجن يتلبس بحيوان فهاي جديدة. ومو حيوان يعني بزونة، لا، خاصة انه البزونة عليها سمعة مو حلوة، يعني دائما يقولك هاي بزونة بها جني، بس هي كلها خرافات وماكو اصلا هذا الحكي. بس انما جن يتلبس بخروف، اي مثل ما سمعتوا خروف. اكيد ماكو واحد بيكم سامع بهيك شيء، يعني الجن يتلبس بخروف، هاي ما صاير اصلا، وصعب حتى تصير، بس للاسف صارت. وبالمناسبه هاي هي قصه حقيقيه، مو قصه خياليه ولا هالسوالف، قصه حقيقيه، وراح تكون هاي القصه جدا مرعبه وغريبه. انا متاكد انه هاي القصه راح تعجبكم، راح تتونسون بيها، وبنفس الوقت راح تعيشكم رعب ما شايفين مثله من قبل، وراح تخليكم تفكرون 1000 مره قبل لا تربون حيوانات ببيتكم. بس يجيك واحد يقول ها انت ضد الحيوانات، ضد تربيه الحيوانات. لا حبيبي، انا مو ضد تربيه الحيوانات، بس يعني تشي ممازحة يعني. انا اصلا ببيتي انواع الحيوانات عايشه عندي، يعني مربيهم. المهم بدون طيله كلام، وقف الفيديو وروح جيب لك شيء تاكله وشربه، بس قبلها انه تخلي لي لايك، وبعدها تشترك بالقناه بدل ما مشترك، وبعدها تكمل القصه. تتمحور القصة حول طبيبة بيطرية مع الحيوانات. بيوم من الأيام رادت تشتري خروف حتى تربيه بالبيت، وبعدها تذبحه بالعيد. فأخذت زوجها وانطلقت حتى تشتري الخروف. فتقول من وصلنا للتجار اللي يبيعون خرفان، كانت اكو هواي كلش من الخرفان. فضلت أنا باوع بينهن حتى ألقى الخروف المناسب. فأثناء ما أنا دا أدور على الخروف المناسب، فجأة طاحت عيني على خروف كان كلش غريب وشكله كلش مرعب. كان شكله أسود غامق، وكان عيونه تقريبا بحمر. كان العجيب إنه يباوع علي مباشرة، كأنه يقول لي أنا الخروف المناسب أخذيني. فتقول من بين كل هالخرفان، يعني كل من ملتهي بروحه، هذا الياكل هذا النايم، الا هذا الخروف كان يباوع عليه مباشره. كان كانه قاعد يراويني روحه انه انا الخروف المناسب، تعالي خذيني، انا اللي تدورين علي. وكانت نظراته يعني ثاقبه مباشره علي، وما يشيل عينه عني ابد. فتقول انا كنت كلش خايفه من عنده، وحتى ما اطيل النظر عليه، يعني اكثر شيء 3 ثواني هيك وادير وجهي، واظل ادور حتى القى الخروف المناسب. فتقول صرت احس بتوتر، وبنفس الوقت كنت افكر انه اقول لا ماكو شيء، هو مجرد خروف بعد. بس بهالاثناء كان يجي هذا الخروف ويتقرب علي ويوقف قدامي ويظل يباوع علي. بس تخيل الموقف، يعني خروف يعوف الدنيا كلها ويجي يمك ويظل يباوع عليك. والمشكله كان يعني خروف كلش مرعب، يعني لونه اسود وعيونه صارت حمر تقريبا، يعني مطيات على حمار. كان بعد يعني قرون عنده كلش كبار وملتفات. فقلت اقول لا ما اخذ هذا، لان عنده اطفال ولا يشوفوه يخافون. فتقول الدكتور انه بحياتي كلها ما شفت مثل هيك خروف. المشكله كان يوقف قبالها ويعرض بجسمه كانه يقولها انا طلبك، انا خذيني، يعني كان يستعرض بروحه، وانا كنت قوه اغض النظر عنه. فبالاخير قلت خل اشوفه لعله يكون هو طلبي. وفعلا بعد ما فحصت اكتشفت انه هو اللي اريده. المواصفات اللي اريدها بالخروف انه يكون هو صغير ويكون بصحه جيده، وكان هذا الخروف هو نفس المواصفات اللي اريدها. فبعدها التفت الدكتوره على زوجها قالت لي هذا الخروف اللي اريده. فزوجها باوع عليها قال لها انت صدق تحكين؟ ما لقيت غير هذا الخروف؟ قالت له اي ما في شيء اريده. قال لها هذا الخروف يعني اسود وعيونه حمر وقرونه كبار، يعني اذا اخذناه للبيت الاطفال كلش يخافون عنده، والعيد باقي له اسبوعين، يعني اسبوعين راح يظل ببيتنا. قال لها شوفي عيونه صارت مثل الدم. فقالت له شنو انت تخافون خروف؟ احتمال انه عيونه بها التهابات وصارت حمر، وانا دكتوره بيطريه وهذا شغلي، فراح اعالجه عادي، يعني طبيعي الشغله. وهو نفس طلبنا اللي نريده، يعني خروف بعد صغير ويكون بصحه جيده. فقال لها زوجها تمام براحتك. وبعدها صاح على التاجر وسال التاجر قال له شنو سعر هذا الخروف؟ فالتاجر تعجب وباوع لهم باستغراب، يعني هذا الخروف ياول يشوفه يشرد من عنده وما ياخذه، صار له كلش هواي عندي وما حد يقبل ياخذه بسبب شكله هذا المرعب. ففكر انه يذبحه ويبيعه لحم، يعني ما يمشي. فقال ابيعه لحم احسن لي، ايش عجب يعني ذولا قبلوا به. ففكر قال ما دام يعني رادوه فخل اطلب منهم سعر غالي. فهو بدا يفكر بينه وبين نفسه، يعني فقال له التاجر سعره كذا، وكان السعر يعني كلش غالي بالنسبه للخروف. الزوجة من سمعته شعرت بالاحباط، وقالت اكيد يعني زوجي ما راح يقبل بهيك سعر يعني غالي. فباوع لها زوجها قال لها شوفي، وبعد سعره غالي وتريدين ناخذه، وبعد يعني اسبوعين عن العيد يعني يجي غير وقت وناخذ، ما مجبورين ناخذ هسه. فمشينا هسه نروح وبعدين نجي بغير وقت. فبس داروا وجوههم ورادوا يرحون، فصاروا يمشون وصاروا الخروف يمشي وراهم. وبعدها خروف عض الجنطه مال الزوجه، عض جنطتها وظل يسحب بيها، يعني كانه يقولها يعني ترجاها انه تاخذه. فالزوجه من شافتها يعني رأفت بحاله، حستها انه ما مرغوب بيه بهذا المكان، وانه بس يريد يطلع من هذا المكان وتاخذه. فقالت لزوجها شوفها خطيها الخروف، يعني مبين حالته كلش تعبانه، يعني ما مرغوب بيه بهذا المكان، تحس انه قاعد يترجاني انه يقول لي بس اخذيني وخلصيني من هذا المكان. فانا قررت انه خلاص راح اخذه. فقال لها انت يعني عقلش بيشي، شوف الخروف يعني اسود وعيونه حمر وقرونه كبار، اكيد يعني اطفالنا راح يخافون من عنده، امشي خلي نروح ونجي غير وقت، يعني ما مجبورين ناخذ هسه. فقلت له لا انا خلاص قررت انه اخذه، مبين شوفها شلون خطيه جاي ترجعني انه اخذه.
وانا دكتوره بيطريه وراح اعالج عيونه ورجع مثل قبل، وراح اخليه بالبلكونه اللي عندنا اللي هي فارغه واعتني بيه بنظافته. فقالها انت متاكده؟ فقالت له اي متاكده. وفعلا بعدها الزوج دفع فلوسه واخذ الخروف وراحوا للبيت. فتقول الزوجه انه من وصلنا للبنايه اللي نسكن بيها صار شيء مو طبيعي، وهو انه لما ردنا نصعد بالمصعد وحتى نصعد للشقه مالتنا، يعني هي بعيده بالطابق 17 فلازم نصعد يعني بالمصعد ما نصعد بالدرج. فتقول لما ردنا ندخل للمصعد انا وزوجي والخروف، الخروف امتنع وما قبل يدخل، وحاولنا وياه وشديناه اثنيناتنا ودفعناه بس ابد ما قبل، يعني قوه خارقه اجته، يعني اثنيناتنا ندفع بيه ولا قبل يتحرك. كان كلش الخروف رافض انه يدخل المصعد. فبعدها الزوج قال خلاص راح اخذ الخروف ونصعد على الدرج وانت صعدي بالمصعد، وخاصه الخروف كان يباوع على الدرج يعني كانه يريد يصعد من الدرج. فالزوج اخذ الخروف ومشاه على الدرج فشافه يعني يقبل يصعد، قال خلاص انت صعدي بالمصعد واحنا راح نجي وراك. فدخلت الزوجه المصعد وداست الزر 17 وصعدت. فبعد ما وصلت وانفتحت باب المصعد شافت شيء صدمها صدمه حياتها، شافت انه الخروف واقف قبال باب المصعد ويباوع عليها، وكانت عيونه حمر مثل الدم، وزوجها ما موجود يمه. فبهاي الاثناء كانت تنطفي الكهرباء، فمن انطفت الكهرباء هذا الخروف قام يسوي اصوات غريبه، اصوات كلش مرعبه. فالزوجه كلش خافت ودخلت المصعد ونزلت لجوا. فبعد ما نزلت لجوا راحت للحارس مال البنايه، فسالته قالت له زوجي هم شفته طلع؟ قال لها الحارس لا ما شفته طلع، اول دخلت سويه وبعدها ما طلع. وبهاي الاثناء كانت تتذكر الزوجه ان الخروف وين بيتها واطفالها بالبيت. فبسرعه راحت ركض للمصعد وصعدت لفوق. فمن وصلت للشقه مالتها دخلت لقيت الخروف وزوجها والاطفال. فقالها الزوج مو قلت ليش ما نشتري هذا الخروف؟ شوفي اطفالنا شلون خايفين من عنده. فتجاهلت كلامه وقالت له انت وين كنت؟ الخروف لقيته وحده، انا وصلت للشقه ولقيت بس الخروف انت ما لقيتك، انت وين كنت؟ فقالها هذا الخروف بشيء غريب، كنا انا دا اصعد بالدرج طبيعي وكنت كامشه بالحبل ورابطه، بس فجاه هذا الخروف جن جنونه وفلت الحبل من عندي وركض قبل صعد لفوق مثل الصاروخ، وكان كلش سريع لدرجه حتى بعد ما اقدر الحق بيه. فعلا هذا الخروف بشيء غير طبيعي. والغريب انه هذا الخروف شلون عرف انه هاي شقتنا وراح صعد قدام شوقف قبال باب المصعد. فالزوجه كلش انرعبت وكلش خافت، بس ما حاولت تبين روحها خايفه قدام زوجها والاطفال حتى ما تخوفهم. فقالت يلا حصل خير وهسه راح اخذه واخليه بالبلكونه واربطه. تقول الزوجة انه من خليته بالبلكون صرت اراقب حركاته واشوف شنو يسوي، هم يسوي شغلات غريبة. فتقول بيوم من الايام باوعت على الخروف ولقيته قاعد بالقاع مثل الانسان، ماد رجليه وقاعد كأنه إنسان. مرات ألقاه واقف على رجليه وحاط إيديه على الحائط ويباوع على البلكونة، يباوع لي برا يعني. فكانت تصرفاته تقريبا كلها غريبة، بس كنت دائما أقول إنه ما أريد أوهم نفسي وهو مجرد بس خروف يعني ما بشي غير طبيعي، وأحاول إنه ما أصدق اللي دا أشوفه حتى ما أخاف وأرعب أهلي. فتقول الطبيبة مرة من المرات كنت أنا بالمطبخ وقاعدة أجهز الأكل، بس فجأة سمعت صوت صراخ أطفالي. فبسرعة راحت لهم ومن دخلت لقيتهم كلش خايفين ويبكون. قلتهم ها ماما ايش بيكم؟ فقالوا لها إنه هذا الخروف مجنون، كان يباوع علينا من الشباك وكان يسوي حركات غير طبيعية، كان يباوع علينا وعيونه حمر ويطلع لسانه كأنه قاعد يتمسخر علينا. فالأم استغربت وقالت يعني شنو هالمصيبة؟ أكيد إنه أطفال قاعد يتوهمون وخافوا من عنده وعبالهم يعني قاعد يتمسخر عليهم ويطلع لسانه. المهم بعدها هدتهم وعافتهم ورجعت للمطبخ حتى تكمل الأكل. بس هي وقاعدة تسوي هم المرة كانت سمعتهم يصرخون. فبسرعة هم راحت للغرفة ومن دخلت هم لقيتهم يبكون وخايفين كلش. فقالت لهم ايش بيكم؟ فقالوا لها يما هذا الخروف يريد يقتلنا، هو قال لنا هذا الشيء، هو قال لنا راح يقتلنا، احنا كلش خايفين. فالأم كلش خافت وارتعبت من هذا الكلام وظلت تباوع على الخروف وشافته يعني المنظر صدق يعني مرعب وغريب. فكانت عيونها حمر دم، حتى هي قالت انا عالجة بس خافت انه تعالجه، كانت كلش تخاف من عنده لدرجة انه حتى اكل تطير من ورا الشباك يعني حتى ما تطبله. فكرت قالت انه خل اشوف دكتور بيطري ثاني هو اللي يفحصه ويشوف شنو مشكلة عيونه، بلكي اذا راح الحمار من عيونه بعد ما حد يخاف من عنده. بس فجأة واثناء ما هي قاعدة تسولف ويا اطفالها كان يقولوا يما وراك هو. فتقول باوعت لورا وكان تشوفه وراها، هنا قلبها طاح من الخوف وانصدمت شلون جاها وصار وراها، مع العلم انه هي قافله الباب، شلون فتح الباب وطبلها وكان واقف يباوع لها بنظرات كلش مرعبة وغريبة، ماكو شيء خروف. فبعدها اخذت الخروف مرة ثانية ودخلته بالبلكون وقفت الباب هالمرة كلش زين وتأكدت من عندها وكملت يومها طبيعي. فتقول صار الليل وصبيت العشاء وقعدنا نتعشى انا وزوجي واطفالي. بس فجأة اجى اتصال لزوجي، كان اتصال كلش مو زين. فالمتصل كان هو عم زوجي، كان يقول لزوجي انه ابن عمك مريض كلش واحتمال راح يموت. فكل احنا انفجعنا من هذا الخبر. فبسرعة الزوج قام وركب السيارة مالته وانطلق للمنطقة اللي يسكن بيها عمه. فتقول بعد ما راح زوجي باوعت على الخروف وقلت الله يستر من هذين اليومين ثلاثة شنو راح يصير فيهن.
بتقول انه انا كلش خفت لما راح زوجي، بقيت بس انا واطفالي وهذا الخروف المرعب. فتقول بعدها تذكرت انه ما اعطيت اكل لهذا الخروف، حتى لاحظت عليه انه هو جوعان، يعني كان يشمشم بالمناطق والاشارات اللي موجوده يمه، وحتى لاحظت انه هو جوعان، شافته قاعد يشمشم بالاغراض اللي يمه، فراحت حتى تجيب الاكل اللي هو العلف، بس ما لقيت موجود بالبيت خلصان. فقالت لاطفالها انتظروني بالبيت، انا راح اروح اجيب الاكل لهذا الخروف وارجع. بس اطفالها قبل رفضوا وقالوا لها من بقوي هذا الخروف المجنون، شوفي شلون مرعب، شوف عيونه شلون يباوع لنا بحقد، اخذينه وياش، احنا ما نبقى بهذا البيت وحيدنا. فتقول فعلا بعدها اخذتهم وياي. فمن طلعوا حتى يشترون الاكل لهذا الخروف، اطفالها قالوا لهم ودينا لجدتنا خلينا نبات يمها. فقالت لهم لا ما يصير تباتون يمها، بس اوديكم لحد الساعه 6 وارجعكم. فقالوا لها تمام، وبعدها وديتهم ورجعت وحدها للبيت. لما رجعت للبيت هناك كانت المفاجاه اللي كانت منتظرتها. فمن صعدت للمصعد وبعدها انفتحت الباب، باوعت لقيت انه باب شقتها كان مفتوح. فهي استغربت، قالت معقوله اني نسيت اسد الباب وراي؟ فبسرعه راحت للشقه دخلت للشقه، وهنا كانت الصدمه اللي كانت منتظرتها. من دخلت للشقه لقيت اكو رجل طايح بالقاع وميت. فمن شافته كلش رعبت وقامت تصرخ. الجيران سمعوها كلهم اجوها وقالها خير شبيك، فشافوا هذا الرجل طايح بالقاع وميت. فبعدها اتصلوا بالشرطه واجوا حتى يحققوا من الموضوع. فبعد التحري والتحقيق اكتشفوا انه هذا الرجل هو كان حرام ودخل للبيت حتى يبوقه. والعجيب بالموضوع انه من شرحوا جثته حتى يكتشفون شنو سبب اللي مات بيه، اكتشفوا انه هو بصحه جيده وما يعاني من اي مرض، بس كان اكو ملامح رعب وخوف بوجهه، يعني كانه شاف شيء مرعب وكلش خاف من عنده لدرجه انه صارت بيه صدمه قلبيه ومات. فتقول انا ظلت قاعده وكنت ابكي وقول شنو هذا اليوم التعيس اللي مريت بيه، كان اكثر يوم تعيس شفته بحياتي. كانوا الجيران يهدون بيها ويقولوا لها الحمد لله انه انت ما كنتي بالبيت، لو كنتي بالبيت يعني احتمال صار لك شيء. فظلت افكر بيني وبين نفسي انه هذا حرامي شنو اللي شافه حتى خاف من عنده وصار بيه صدمه قلبيه ومات. فتذكرت قالت ماكو غير هذا الخروف. فراحت للبلكونه وفتحت الباب ولقيت الخروف واقف على رجليه وقاعد يباوع من البلكونه. فالزوجه كلش خافت من عنده، وبعدها شمرت له الاكل وسدت الباب. فتقول الزوجه انه ظلت قاعده بالبيت وكنت كلش خايفه وقلت ما اقدر اضل بالبيت بعد، خل اطلع. ومن طلعت من الشقه مالتها صرت بالمصعد ونزلت. كان المصعد من 3 اتجاهات موجود بيه مرايه، يعني يمنى ويسرى والورا كلها مرايه. فكانت هي تباع روحها بالمرايه وكانت كلش تبكي. بس فجأة صارت الاناره تنطفي وتشتغل وحدها، وصارت تحس انه اكو حركه بالمكان. وبعدها بلحظات استقرت الاناره وصار الوضع هدوء. فتقول الزوجه بعدها باوعت على روحي بالمرايه واللي شفته ما حد يتخيله. باوعت الروح بالمرايه انا اتحرك وشكلي بالمرايه ما يتحرك، وبعدها صرت احكي بس شكلي بالمرايه ما يتحرك. بوقتها كلش خفت وارتعبت وانا وحيد بهذا المصعد، وكانت شكلي باوع علي بنظرات ثاقبه ومركز علي وما يتحرك ابد، لان هذا عكاسي بالمرايه صار يحكي وياي انا قرينتك ولا تخافين، انا جيت هنا حتى اساعدك وحذرك من هذا الشيء اللي انت حاطته ببيتك، انت جايبه لبيتك مصيبه. فردت عليه قلت لها شنو قصدك؟ فقالت لها اقصد على الخروف وانت تدرين الخروف هذا كان يمنعني انه ادخل للبيت، انت غبيه هذا خطر عليك. فتقول انا صرت اتلعثم بالكلام ما عرفت ارد عليها. بعدها قالت لي انا حذرك وهذا الخروف لا تخليه ببيتك، اذا عفتيه بالبيت فراح تفقدين حياتك انت وزوجك واطفالك. فقالت لها ليش شبيه خروف شنو يسوي؟ فردت عليها قرينتها بغضب وقالت لها لا تخليه هذا الملعون ببيتك، واحسن لك ما تعرفين شنو هذا المخلوق، ولا تباتين ببيتك وحدك وهذا الخروف موجود. وهسه اني لازم اروح. انا بعدها اختفت من المرايه.